بيلا برو. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقول لك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. بيلا برو زي ما انت شايف كده جايبين لك واحدة لابسة بايونو او بيكيني، عشان حضرتك اول ما تحمل التطبيق اللي هو حجمه 30 ميجا ومحمله مليون مستخدم يجي لك مكالمة، يقول لك انت مين، وفيديو بقى وحد بيرد عليك وهيتصل بيك. ولو انت سألتها انت ابوك اسمه ايه، اي سؤال غريب مش هتلاقي حد بيرد عليك، لان هي فيديو بيبقى مكالمة مسجلة، فيديو مسجل. وبعد كده يقول لك لو عايز تكمل المكالمة ادفع اشتراك، تدفع اشتراك وبعد كده يجيب لك واحدة تانية خالص تبقى اونلاين في الوقت دوت. لكن اللي جاتلك في الفيديو مش هتجيلك تاني، لان هو متصوره فيديو خلاص لايه، جايب عشان تجيب الزباين، يعني زي عامله زي الفتاحه كده في الكازينوهات. وزي ما انت شايف كده بقى اي حاجه في التطبيق، عايز تراسل دردشه، كتابة، ده بيبقى برضو ممكن يكون ولد بيكلمك عادي جدا وبيشتغل، بس انت ده دفعت الاشتراك خلاص. عايز تتكلم صوت وصورة، ده ليه اشتراك تاني خالص. عشان وطبعا برضو الاشتراك التاني ده خالص غير الصور اللي انت شايفها قدامك دي، هتبقى البنت اللي موجودة وفاتحة اونلاين في الوقت دوت هي اللي هتتكلم معاك. تطبيق كله نصب في نصب، كله واحد اوراني شغال وجايب معاه شوية بنات ومشغلين التطبيق. عشان ترد على المكالمة او الرسالة اللي جاتلك لازم تدفع اشتراك. ابعتلي وردة، بعتلي شحن، بعتلي، وحضرتك انت المغفل الوحيد في الموضوع كله. نصيحة مني ما تحملش التطبيق ده، لان كل مكالماته وهمية، ولا في واحدة بتتعرف عليك ولا حاجة، دي واحدة شغالة عشان تشتغلك.